بما ان فيلم وولفرين وديد بول نازل بقاله فترة والفيلم جامد الصراحة، وانا بحب الميكس اللي ما بين ديد بول وولفرين. انا عامة بحب الثنائي بتاعهم ده قوي، لان بحس ان ديد بول ده شخص متخلف كده ما بيجيش في دماغه هو بيعمل ايه، اما وولفرين تحسه شخصية جد كده ملهاش في الهزار. لكن انا مش جاي اتكلم عن الثنائي ده دلوقتي. فاكرين المشهد اللي كان فيه كل نسخ ديد بول متجمعة عشان تقتل ديد بول وولفرين؟ المشهد ده فكرني بكوميك ديد بول جمع فيه فريق من نسخه، وانا النهارده هحكي قصة ازاي ديد بول قدر يجمع الفريق ده. العدد الاول بيبدأ في ارث 3010. في الكون ده ديد بول بيكون عبارة عن ست واللي اسمها واندا ويلسون واللي بتلقب بليدي ديد بول. ليدي ديد بول تعتبر قوية جدا، لكن مشكلتها انها ما عندهاش ثقة في نفسها، وبسبب المشكلة اللي عندها دي دخلت في تحالف مع المتمردين ضد الحكومة الأمريكية في العالم ده، والسبب إنها كسفت تقول لأ. ده اللي بيخليها تهجم على عساكر من الجيش وتحاول تقتحم المقر بتاعهم وهما بيحاولوا يردوا عليها، وبسبب كده بتخش في مواجهة مع جنرال أمريكا واللي هو نسخة كابتن أمريكا من العالم ده. وفي وسط القتال ده بتتفتح بوابة من عالم تاني وبيخرج منها ديد بول، وديد بول بيساعدها انها تهزم جنرال امريكا وهي بتشكره، لكن ديد بول بيطلب مساعدتها في انقاذ البشرية، وهي طبعا كالعادة ما بتقدرش ترفض وبتروح معاه. وبننتقل للعدد اللي بعده واللي بتدور احداثه في ارث 10330. في الكون ده بيكون ديد بول عبارة عن طفل واللي اسمه ويد ويلسون واللي بتكون شهرته كيد بول. بتبدأ القصة بكيد بول اللي دايما عامل مشاكل في المدرسة ومسبب لهم ازعاج طول الوقت، وفي يوم من الايام بيشد البنطلون لنسخة العالم ده من سكوت سامرز، وده اللي بيتسبب ان هما يروحوا للمديرة، وبيضطروا هما الاتنين يكونوا محجوزين مع بعض في نفس الفصل لمدة يوم كامل. لكن كيد بول بيحاول يقنع سكوت سامرز ان هما يروحوا الحفلة اللي معمولة في المدرسة واللي بيكون فيها دكتور اكزافير، وعلى الجانب التاني بيكون دكتور اكزافير موجود في الحفلة وبيحاول يظبط مع ايما فروست. ووسط كل ده بيكون كيد بول وصل الحفلة. طبعا اول ما بيوصل بيبدأ يسبب لهم ازعاج وفوضى، ده غير انه بيتعارك مع وولفرين وكذا نسخة من ابطال العالم ده. ووسط كل ده بتتفتح بوابة وبيظهر منها ديد بول وبيقول لهم انه عاوز كيد بول في مهمة لانقاذ البشرية. طبعا كيد بول ما بيصدق يهرب من اللي هو فيه وبيروح معاه. بيبدأ العدد التالت واللي بتدور احداثه في ارث 103173. نسخة ديد بول في العالم ده عبارة عن كلب واسمه الدوج بول. تبتدي القصة مع عالمين وهما بيجروا تجارب على الدوج بول واللي هو كان كلب عادي واسمه ويد ويلسون، والتجارب دي عشان مشروع اسمه مسكرة اكس واللي هدف منه صنع مستحضرات تجميل بتعيد تشكيل نفسها لما تتمسح. لكن التجربة فشلت، او ده اللي كانوا فاكرينه، لان التجربة ادت لدوج بول قوة خارقة، واثناء ما دوج بول كان ماشي في الشارع بتخبطه عربية سيرك، وبسبب قوته الخارقة ما بيحصلوش حاجة فبيعجب صحاب السيرك وبياخدوه معاه، وطبعا بسبب قوته الخارقة بيستغلوه في عمل العروض الخطيرة. وفي يوم من الايام العلماء اللي كانوا عاملين تجارب على دوج بول عرفوا ان عنده قوة خارقة وكانوا عاوزين ياخدوه معاهم، لكن دوج بول مرضاش وقرروا يعملوا تجربة على كلب تاني وسموه وولفرين. والعلماء دول كانوا عاوزين يختبروا قوة وولفرين، عشان كده خلوه يهجم على دوج بول. لكن كالعادة وسط ما كل ده بيحصل بتتفتح بوابة وديد بول بيخرج منها وبياخد دوج بول معاه وبيمشي. وبيبتدي العدد الرابع في ارث 2149 واللي بيكون فيه ديد بول عبارة عن راس حرفيا، واللي كان اسمه هيد بول. لكن لحظة، هو انت اول مرة ظهر فيها هيد بول؟ اول ظهور ليه كان في العدد الاول من كوميك مارفل زومبي، وفي الكوميك ده كل ابطال مارفل اتحولوا فيه لزومبي، لكن ديد بول الزومبي بيقدر يروح لعالم مارفل الرئيسي تحديدا في العدد الثالث من مارفل زومبي علشان ديد بول ينفجر هناك وما بقاش حرفيا منه غير راسه. نرجع تاني لقصتنا واللي بتبدأ بهيد بول وهو عايم على مية، وفي بعض القراصنة بيشوفوه وبيروحوا يجيبوه، واللي بيتفاجئوا لما بيلاقوا هيد بول بيتكلم عادي. والقراصنة لما بيعرفوا كده بياخدوا هيد بول لعالم مجنون بيجمع الرؤوس والحاجات الغريبة اللي زي كده. كالعادة بتتفتح بوابة وبيظهر منها ديد بول وهو بيدور على هيد بول عشان يشوفوا العالم المجنون في الكاميرات ويحاول يقتله، لكن ديد بول بيخلص عليه. وديد بول بياخد هيد بول من مكانه وبيمشي وبيرجع للفريق وبيقول لهم اخيرا الفريق اكتمل. وبنوصل للعدد الاخير واللي بيكون فيه ديد بول جمع الفريق بتاعه كامل عشان يقعد مع الفريق ويبدأ يشرح لهم هو ليه جابهم هنا ومين اللي طلب منه.
ديدبول بيحكي لهم ويقول ان في كائن ظهر له اسمه الكونتمبليتور، والكونتمبليتور ده طلب من ديدبول ان هم يجمع فريق من نسخه، لان لسبب ما الفريق ده هو اللي هيقدر ينقذ العالم من خطر مجهول لنا ولا انتوا عارفينه. لكن زعيم الإلدرز واللي كان اسمه جراند ماستر كان شايف ان فريق ديدبول ما يصلحش المهمة دي، وان في فريق تاني افضل منهم، علشان كده قرروا يعملوا منافسة ما بين الفريق ده وفريق ديدبول. وفعلا ديدبول بيتجمع هو فريقه عشان يواجهوا الفريق التاني، واللي بنكتشف في الاخر انه دباديب ملونة. والله. المهم بعد شوية قتال فريق ديدبول بيفوز، وخلال سلسلة أعداد ديدبول كوربس بيخوضوا شوية مغامرات علشان يتموا المهمة دي. بتبدأ القصة مع الكونتمبليتور وهو مجمع فريق ديدبول وبيشرح لهم ايه هي المهمة اللي هم رايحينها بالظبط، وبيبدأ يحكي لهم ان في كائن موجود قبل وجود الكون نفسه اسمه ذا اويرنس، وان الكائن ده بيتغذى على وعي الكائنات الحية التانية، يعني وعي الكائنات الحية ده معتمد على فريق ديدبول. وفريق ديدبول بيحضروا نفسهم عشان يطلعوا للمهمة بتاعتهم. بيعترض طريقهم واحد من الإلدرز واللي اسمه ذا شامبيون، واللي بيكون هو كمان معترض ان ديدبول وفريقه يطلعوا مهمة خطيرة زي دي. وبتدور بينهم معركة طويلة لحد ما ديدبول بيغفل ذا شامبيون وبياخد منه الدراجة وبيسيبوه قاعد في الكوكب مش عارف يطلع منه. واحد تاني من الإلدرز اللي اسمه ذا جاردنر، واللي كان هو برضه مش موافق على فريق ديدبول، هو تقريبا المجرة كلها مش موافقة على ديدبول وفريقه. المهم نرجع لأحداثنا تاني. ذا جاردنر بيعرض على شامبيون ان هو يوصله لمكان ديدبول وفريقه، فعلا بيوديه لديدبول وفريقه وبيبدأوا يهجموا عليهم. لكن لما الدنيا بدأت تخرج من ايد ديدبول قعد يقنع في شامبيون ان هو ينضم معاه، وفعلا اقنعه وانضم ليهم وسمى نفسه شامبيون بول. ديدبول بيجمع الفريق بتاعه وبيقول لهم ان في كائنات على كوكب ما بيتحدونا ان بطل من عندنا يروح يواجه واحد من عندهم، عشان كده تشامبيون بيقول لهم خلصانه الموضوع ده عندنا. وشامبيون يا عيني بينزل على الكوكب، واول ما بيلف بيلاقيهم خلعوا. بعد كده ديدبول وفريقه بيبقوا هدفهم يوصلوا للاويرنس، لحد ما بيقابلوا في طريقهم كائنات اسمها Votives of the Awareness، ودول كائنات الأويرنس امتصوا عيهم، ومن ساعتها وهما بيخدموه بدون ما يفكروا. لكن طبعا ديدبول ما بيسميش وبيخلص عليهم. بعد كده ديدبول وفريقه بياخدوا بعضهم ويروحوا لواحدة اسمها The Broken Blade، لان دي اللي هتساعدهم يوصلوا للاويرنس لانها مهربة وبالتالي عارفة ازاي توصلهم ليه. بعد عراك طويل بتوافق فعلا انها توديهم للاويرنس وكمان بسفينتها، وسفينتها دي بتقدر تختفي حتى الاويرنس ما بيعرفش يشوفها. لكن بنعرف ان كائنات الفوتيفز بتراقبهم وكمان بيبدأوا يهجموا عليهم، لكن لحسن الحظ ان سفينة بروكن بليد فيها اسلحة وبيقدروا يدمروهم. بعد كده ديدبول وفريقه بيقابلوا الاويرنس وجها لوجه، والاويرنس بيحاول يدخل جوه عقولهم، لكن حرفيا ده اللي بيلاقيه. والاويرنس ما بيلاقيش حل غير انه يحبس كل واحد في حلم مختلف. بس الكلام ده ما ينفعش مع حد واحد بس، وهو هيدبول، لانه باختصار راس زومبي يعني ملوش وعي اصلا. وهيدبول بيقدر يوصل لشكل اويرنس الحقيقي واللي هو بتاع الاورنج الصغير ده، واول ما بيمسكوا الاويرنس بيقعد يترجاهم ان هم يسيبوه، وبيحكي لهم قصته وان عشيرته كلها ماتت وان هو بيعمل كده عشان ينتقم. وفي وسط كل الكلام ده ليدي بول بتقوم رازعاه بالسيف في دماغه وبتجيب اجله. بيرجعوا تاني للكونتمبليتور بعد ما بيكونوا خلصوا على الاويرنس. بعد كده الكونتمبليتور بيكافئهم بخواتم يقدروا يستعملوها مرة واحدة بس، ويقدروا يستدعوا بيها اي واحد من الالدرز عشان ينقذهم من اي موقف هم فيه. وبكده تكون انتهت قصة نشأة فريق ديدبول. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وسلام.